سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الإخبارية التي نستعرض فيها أهم الأنباء والتطورات على الساحتين الوطنية والدولية. البداية دائما مع العناوين. أوريكا بديلا لتيشكا، ثورة جديدة لربط مراكش بالجنوب الشرقي. تأجيل محاكمة المشجع الجزائري الموجود رهن الاعتقال بسجن العرجات بسلع. تحدي أوساي سامويل لأسود الأطلس. أفاد السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن نفق أوريكا الرابط بين مراكش وباقي مناطق الجنوب في المرحلة الأخيرة من الدراسات، وقد تم اعتماده بديلاً لنفق تيشكا. وتم اختيار نفق أوريكا بطول 10 كيلومترات ليكون الربط الرئيسي بدلاً من مسار تيشكا لكونه الخيار الأنسب تقنياً. المشروع حالياً في مرحلة الدراسات النهائية لتحديد الخصائص الجيولوجية وطرق التنفيذ الآمنة، ويهدف المشروع إلى تقليص المسافة والزمن بين مراكش والجنوب الشرقي، تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية، وفك العزلة وتحسين البنية التحتية للمناطق النائية. تقرر تأجيل محاكمة المشجع الجزائري الموجود رهن الاعتقال بسجن العرجات بمدينة سلا، ويواجه المعني بالأمر تهما تتعلق بالإخلال بالحياء العام بعد ظهوره في مقطع فيديو يوثق سلوكا غير أخلاقي داخل الملعب وسط متابعة قضائية وإعلامية واسعة. أعلن اللاعب أوساي سامويل جهوزية منتخب نيجيريا التامة لموقعة نصف النهائي ضد المغرب، حيث اعترف بصعوبة المباراة أمام صاحب الأرض والجمهور، واصفاً إياها بالاختبار الكبير، وأكد سعي فريقه لتقديم أداء قوي يبعث برسالة تحذيرية لباقي المنافسين على اللقب القاري. لمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم متابعة قناتنا في اليوتيوب. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.